واللي بعدها رونالدو هيبقى أقوى وأشهر لاعب مع ريال مدريد بحصيلة 438 مباراة، سدد خلالهم 450 هدف وعمل أسيست ل 132 هدف. ومع الريال يحقق ألقاب جديدة، أولها جائزة الكرة الذهبية 4 مرات غير المرة الأولانية. طبعا احنا عارفين الكرة الذهبية بتروح لأفضل لاعب في العالم، وخد جائزة أفضل لاعب في الفيفا مرتين ورا بعض، وحقق جائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وهداف دوري الأبطال 6 مرات، وهداف كأس العالم للأندية مرتين، ولاعب العام في أسبانيا موسمين ورا بعض، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وحقق لقب الدوري الأسباني مرتين، وبرضه كأس السوبر الأسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، والحذاء الذهبي لبطولة أوروبا 3 مرات برضه. وساعتها كان رزق بابنه اللي ما كانش يعرف عنه أي حاجة، اللي كان من مواليد أمريكا واللي مرضاش يفصح عن هوية أمه، ويحصل خلاف بين كريستيانو ورئيس نادي الريال، وتتزايد الخلافات بسبب الماديات. يشوف رئيس النادي إن رونالدو بقى طماع، وده اللي هيؤدي في صيف 2018 رونالدو يتنقل لليوفي ويلعب في الدوري الإيطالي بصفقة قيمتها 100 مليون يورو، وتبقى تاني مرة أعلى صفقة في التاريخ. لعب فيها معاهم 134 مباراة، 3 مواسم، سجل فيهم 101 هدف وعمل أسيست ل 22 هدف. على فكرة كان عمره ساعتها 33 سنة. توج بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرة، وكأس السوبر الإيطالي مرتين. وإنجازاته بقى مع المنتخب البرتغالي يلعب فيهم 180 مباراة، سجل 111 هدف دولي. ننساش إن رونالدو نقل كمان بعدها الدوري السعودي ولعب في نادي الهلال. ويكون كده رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بحصيلة 136 هدف، ويجي بعديه ميسي ويكون أعلى هداف في التاريخ. وكل الفكرة هنا الصعوبات بيتولد منها أبطال، ولعل الصعوبات دي هي اللي بتخلي الأبطال يفضلوا مصرين على إن هم يوصلوا لأهدافهم، لأن مش بالضرورة تبقى الموهبة موجودة بس، بدليل إن في ناس كتيرة كانوا موهوبين وكلنا عارفينهم وفي الآخر التاريخ نساهم وما ذكرهمش. فاعرف مهما كانت الصعوبات والعقبات تقدر تكون بصمة في تاريخك وإنجاز، بس محتاج الصبر والاجتهاد. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، تعملوا لايك واعمل شير، وما تنساش تتابعني، ومستني كومنتاتكم. السلام عليكم.